وبنشوف بقى رايك في الوقت ده وهو بيزعق لها وبيقول لها انا كنت شاكك في الاول ايه اللي خليكي تساعديني من غير اي مبررات. بتحاول هي بقى تدافع عن نفسها وبتقول له ان هي فعلا من المعجبين بتوعه بس اكيد مش ده السبب ان هي تدافع عنه. وبيقول لها طب ليه بقى ما قلتليش من الاول كل ده وخفيتي عني كل الحقيقه؟ لو كنت قلت لي من الاول ما كنتش هعتمد عليكي بالشكل ده. وبيقول لها ان هو اتصدم فيها جدا وان دي اول مره حد يقول له ان هو بيثق فيه للدرجه دي، حتى انه صدق كل اللي كانت بتقوله له. وافتكرت ان انت بتعملي كل ده عشان رايك نفسه مش عشان النجم رايك. وبيقول لها ان دي كانت اول مره يصدق حد ويثق فيه للدرجه دي من اول مره. وبيقول لها لو انا ما كنتش النجم رايك بقى من الفرقه المشهوره دي كنت هتدافع عني فعلا ولا لا؟ لكن هي مش بترد عليه فبيمشي بقى وبيسيبها. وفي الوقت ده بيفتكر كل اللحظات اللي كانت بينهم. وفي الوقت ده المساعد بتاعه بيتصل بيه وبنشوف على الناحيه التانيه ان جين بقى جه البنتين، واللي بقى بيتصدم اول ما بيشوف كل الحاجات المرميه على الارض دي. وبيقول لها عشان انا قلت لك اللي انت تتخلصي منهم. فبتقول له ان مفيش فايده بقى وان رايك عارف كل حاجه. فبينزل بقى عشان يلم الحاجات دي ويرميها، لكن هي بتقول له ان هي ترميها بنفسها. هو بيقول لها علشان انت قعدتي تحكي لي بقى ان مفيش اي ارتباط بينك وبينه وحياتك الشخصيه حاجه والعمليه حاجه تاني. فبتحكي له ان هي فعلا لمت كل الحاجات دي ورمتها، بس افتكرت ان هي لو رمت كل الحاجات دي في الوقت ده هتنسى كل حاجه بينهم وكل السعاده اللي كانت بانياها لنفسها هتختفي. فبترجع بقى وبتجيب كل حاجته تاني وبتخفيها عنه. بنشوف بقى في الوقت ده رايك وهو رايح عند المساعد بتاعه اللي بيقول له ان جي اختفى وان الشرطه دلوقتي عايزاه علشان يستجوبوه، بس هو مش موجود. بيعرفوا ان بين ساب البيت عشان حس بالذنب. وبعدين بقى المساعد بيكلم الرئيس وبيقول له على كل اللي حصل، فبيقول له ان هما لازم يجيبوا جي قبل الشرطه. بنتنا بقى بتكون نايمه جنب الحاجه بتاعه رايك، بس بتلاقي ان في اتصال جاي لها من المساعد واللي بيقول لها ان الشرطه بتستجوب رايك دلوقتي وان هي لازم تيجي. بتروح فعلا وتسال المساعد هو بقاله قد ايه جوه، فبيقول لها ان هو بقاله اكتر من ساعتين، بس بقى المدعي العام كلمه امبارح وقال له ان هو يجي. وبيقول لها ان هما كانوا بيدوروا كمان على جي لو عارفه اي حاجه تقولها له، فبتقول له ان هي تبقى تقول له كل حاجه بعدين. وفي الوقت ده كوك بيكون جوه مع ابننا وعمال يستجوبه وبيقول له ان جي اختفى من بعد ما هو اتكلم عليه وان احتمال عادي يكون هو اللي عمل فيه حاجه، لكن انا في الوقت ده بتدخل وبتقول لهم انتوا ازاي بتستجوبوه من غير المحامي بتاعه. فكوك بيقول لها ان هو اللي قال له هو مش عايز اي محامي يكون معاه. بتخرج بقى وما بتكونش عارفه هم استجوبوه بايه جوه وان هي مش تعرف تعمل له اي حاجه دلوقتي. بيخرج بقى رايك في الوقت ده وان انا بتقول له ان هي عايزه تكلمه شويه، لكن هو بيقول لها ان هي تسكت ان هو مش عايز يتكلم معاها. وبتقول له ان الطريقه اللي هم استجوبوك بيها من غير محامي دي هتوقعك في مشكله. فبيقول لها ان هي تسكت ما تتكلمش معاه لان هي لو قالت اي حاجه هو مش هيصدقها بعد كده. فبترجع وبتقول له ان هي فعلا كانت من المعجبين بتوعه وكانت فعلا عايزه تمسك القضيه علشان كده، بس من ساعه ما هي بقى مسكتها وهي اتخلت عن كل ده. وبتقول له ان هي بتقدر تفصل بين حياتها الشخصيه والشغل. فبيقول لها انا كمان نفسي ابقى بعرف اعمل الحاجه دي، بس للاسف انا ما بعرفش افصل بين الحاجتين دول. وبيقول لها اللي مخليني متضايق مش علشان انت كدبت عليا، لا علشان انا صدقت. وبيقول لها ان هي مطروده وبيمشي وبيسيب. بتقف في الوقت ده قدام الاسانسير وما بتكونش قادره تتحرك، بس كوك بقى في الوقت ده بيجي بقى علشان يشمت فيها، اللي بيقول لها ان هو اتخلى عنك واستغنى عن خدماتك بعد كل اللي انت قدمته وان انت كده يا عيني مش تقبضي اي حاجه، لكن هي بتقول له انت مش مشغول ولا ايه؟ فبيقول لها طبعا مشغول لان جاي بقى مش لاقيين احنا مش عارفين هو مفقود ولا هربان. فبتقول له طالما بقى كده انت بتتكلم ليه كأن القضيه اتقفلت خلاص، فلو انت شايف بقى الاختفاء بتاع جاي ده اللي وراه رايك خلاص افتح بقى تحقيق رسمي، بس طبعا مش تعمل كده عشان الاعلام بقى ما يعرفش ان انت لغايه دلوقتي ما خلصتش القضيه وان انت شاكك في اتنين. وبتقول له انت زي باباك بالظبط بتلف القضيه للشخص اللي انت عايزه عشان تخلص، لكن هو بيقول لها ان هو بيثبت اللي حصل في المحكمه بالادله وان بقى اللي حصل مع باباكي زمان مش فعلهوش وان باباكي اتقدم ليه الادله واتحكم عليه وان هو كان فعلا مذنب زيه زي رايك دلوقتي. هو بيقول لها ان هي دلوقتي وقعت وان هي مش هتقدر تطلع تاني. بتروح بقى هي وبتقابل هيجو وبتقول لها ان هي دلوقتي مش هتقدر تمسك القضيه مع رايك علشان هو طردها منها وما بترضاش تحكي لها التفاصيل. وبتقول لها ان هي دلوقتي عايزه المحامين اللي هي كانت قايله لها عليهم قبل كده. وبتقول لها ان هي تقنع رايك بقى ان حد من المحامين دول يمسكوا له القضيه لان هو طبعا مش هينفع يبقى كل الوقت ده من غير محامي. فهيجو بتقول لها طبعا هعمل كده بس في المقابل بقى انت وهو ما تتقابلوش تاني مع بعض. بنشوف بقى في الوقت ده رايك وهو بيكلم بين علشان يساله على جاي اللي بيقول ان هو مشي من البيت وما شافش جاي من ساعتها. وبيقعد بعد كده رايك بقى يفتكر كلام كوكي اللي بيقول له ان هو الوحيد المستفاد من اختفاء جاي وان جاي كان موجه له اتهامات. وبعد كده بقى بيفتكر فعلا كلام جاي وهو بيقول له ان هو اللي قتل وسوم. وبيفتكر كلام بنتنا وهي بتقول له ان هي مصدقاه ان هو ما قتلش حد. بتروح بقى ان انا في الوقت ده وبتفضل تفتكر رايك في كل مكان وبتطلع بقى وترمي كل الحاجات بتاعته المره دي. بنشوف بقى المحقق وهو بيكلم كوكو وبيقول له ان هم مش لاقيين جاي وان هو ممكن يهرب ويخرج بره البلد وان هم لازم يعملوا مذكره اعتقال بقى ويدوروا عليه في كل مكان. لكن كوك بيكون خايف للاعلام بقى يعرف ان هم شاكين في اتنين وان كده مش هيكون في مصداقيه، فبيكون عايز يلبسها رايك بس وبيقول له ان احنا هندور عليه عادي بس المشتبه الرئيسي هيكون رايك. بنشوف بقى في الوقت ده جي وهو بيتكلم حد وبيقول ان هو خلاص عارف كل حاجه وعارف كمان
كمان الوو سونج هو اللي كان بيتلاعب، لان رايك قال له ان هو ما عملش كده، وان انا ما عملتش حاجه، وان بين كمان مش هتجيله الجرأه ما فيش الا وو سونج، وان انا عرفت كل ده من طريقه كلام المساعد بتاعي، وعلشان كده قلت له ان انا افضل ساكت كل الوقت ده. وبنعرف ان هو بيكلم الرئيس التنفيذي اللي بيساله انت فين دلوقتي، وبنشوف في الوقت ده رايك وهو بيجي له جواب فسخ العقد، وبيكون عايز يتصل على نانا، لكن في الوقت ده رقم غريب بيكلمه، واللي بيروح وبيقابله وبيطلع ان هو محامي اتفق مع نانا ان هو يمسك القضيه، وبيقول ان هي كانت خايفه ان انت تفضل كل الوقت ده من غير محامي علشان كده كلمتك، وبيقول له ان احنا مهتمين جدا بالقضيه بتاعتك، فلو انت عايز تكلمنا في اي حاجه احنا موجودين دايما معاك. لكن رايك بيعتذر منه وبيقول ان هو مش عايز اي محامي يكون معاه. بنشوف بقى هيجو بقى وهي مستنيه قدام العربيه، وبيروح وبيقعد معاه وبتقول له انا عرفت ان انت رفضت المحامي، فبيقول له انا حسيت برضو ان انت اللي جايباه، اصل مش طبيعي يعني يجي لي مره واحده كده. فبتعتذر انها خبت عنه، بتقول له انت اكيد كنت هتكره الموضوع لو انا اللي كنت قلت لك اللي انا بساعدك، وبتقول له نانا جت عشان تقابلني وقالت لي ان انا اجيب لك محامي عشان انت من غير محامي دلوقتي، وبتقول له ان هو يعتبرها ان هي صاحبته ودي اقل حاجه ممكن تعملها له، فبيقول لها ان هو مش هيقدر يعمل كده لان هو مش بيحبها، لكن هي بتقول له كل ده بسببها صح، انت بتحبها ولا ايه؟ بيردش عليها وبيخرج، وهي بتكون بقى متضايقه جدا. بنشوف بقى جين وهو بيكلم نانا وبيقول لها ان هي باين عليها مش كويسه خالص، وان هي تستريح النهارده، وان هي بقى لها فتره مش بتاكل ولا بتشرب وحتى ما بتنامش، فبتقول له ان هي عايزه تشغل نفسها باي حاجه عشان لو قعدت هتفضل تفكر، ولو فكرت هتفضل تندم، وهي خلاص مش قادره تفكر ولا تندم في اي حاجه. لكن هو بيقول لها انت مش شايفاني خالص، فبتيجي علشان تقوم، لكن بيمسك ايدها وبيقول لها انت مش شايفه ان انا قلقان عليكي جدا، وبيقول لها ان هو عادي ممكن يعتمد عليه في اي حاجه لو هي حاسه باي صعوبه، وان هو عارف ان هي معتبراها زي عيلتها، بس هو بقى معتبرها اكتر من كده. فبتوقفه عند حد وبتقول له انا فاهمه كل اللي انت بتقوله، بس ما ينفعش نتجوز لحد عن كده. بنرجع بقى بالذكريات وبنعرف ان هم عارفين بعض من ساعه العزا بتاع باباه، وان اهله ماتوا في نفس الوقت وهما الاثنين كانوا في العزا، وبيتقابلوا كل سنه في وقت الذكرى السنويه، بس طبعا مش بيكلموا بعض، وان بعدين تم القبض عليه بتهمه السرقه، بس هي بقى اللي دفعت عنه. ولما سالته ايه عنوانك قال لها ان هو مش بيسكن في مكان، وان هو دايما بيتراح، وان هو ما عندوش اي حد علشان يبقى عليه يعني بس. وبعدين لما بتخرجوا من القضيه بتاخده معاه عند بيتها وبتقول له ان هو يسكن هنا، وبتعرفه ان هو يدفع ايجار كل شهر، فبيقول لها ان هي بتساعده ليه، لكن هي بتقول له ان هي مش بتساعده ولا حاجه، وان الاوضه دي كانت فاضيه عندها وقالت تستاجرها. بنشوفها بقى وهي في الشركه وبتشتغل لوقت متاخر، والموظفين بقى بيكونوا بيتكلموا عليها ان هي اتغيرت خالص، وان نفسيتها بقت وحشه جدا من ساعه ما مشيت من القضيه. وبعدين بقى بيجي لها الرئيس اللي بيقول لها انت مالك متغيره كده ليه، فبتقول له ان هي مشيت من القضيه، وبيتصدم وبيقول لها ايه السبب بقى، فبتقول له ان هي جت بتاع الموكل بتاعها، فبيقول لها ان في موضوع شغل دماغه، وان الشركه باين عليها بتاعته اصلا فيها مشكله، وان المحامي زميلها وهو بيدور في ورق عشان يخرج جيم من القضيه لقى حاجه غريبه، وان الفريق القانوني بتاع الشركه كان بيراجع العقد بتاع راي، وان هم كانوا مركزين على بند من بنود الفرقه واللي بيتكلم عن خيانه الامان، وان باين كده حد من الشركه كان عايز يتفاوض مع حد تاني. فهي فعلا بتفتكر ان وسونج كان عايز يتفق مع شركه تانيه، وبيقول لها ان الرئيس التنفيذي باين ان وراه حاجه، وان هو بيقرا الحاجات ديت وبيمسك عليهم ثغرات عشان يقدر يفوض، ولو مش كده يقدر يرفع عليهم دعوه قضائيه ويبهدلهم، وان هو شخص مش كويس، وان احنا خلاص بنفكر ان احنا نقطع العلاقه بتاعتنا مع الشركه بتاعته. وبيقول لها انا عارف دلوقتي ان رايك ما يبقاش الموكل بتاعك، بس انتي لازم تقول له الكلام ده. بنشوف بقى في الوقت ده رايك وهو قدام الشركه وبيلاقي ان نانا نازله منها، فبيروح بقى وراها وبيلاقي ان هي راحت وعماله تشرب، وبيقول عشان هي قالت له قبل كده ان هي ما بتشربش، مالها عماله تشرب كتير كده ليه. وفي الوقت ده بتتصل بيه، لكن هو بقى بيقفل تليفونه بسرعه، وبتيجي عشان تبعت له رساله عشان تحذره من الرئيس، بس بتسكت على كده. وبعدين بقى بتمشي وبيروح وراها وبيلاقي ان هي رايحه ناحيه البيان، وان هي بتفتكر لما كان بيعزف لها، وبعد ما بتسكر خالص بتكون بقى مروحه وعماله تغني الاغاني بتاعت راي، وبيفضل مستغربها كده وعمال يضحك عليها، وفي نفس الوقت متضايق عشان. وبعد ما بتدخل بيتها بيقول هو انا بعمل ايه هنا اصلا، وبيكون رجع بس بيلاقي بقى ان حاجته مرميه في الشارع، وبيجي بقى علشان يشوفهم، بس بقى بيلاقي الكاب اللي هو كان مديهولها زمان. في الوقت ده بقى بنشوف هيجو وهي قاعده مع باباها وبيقول لها ان هو بقاله كتير ما بيشوفهاش، فبتفضل بقى تقول له اي كلام كده وتضحك معاه، لكن هو بيقول لها انا عارفك لما بتكدبي، وبيقول لها انا عرفت خلاص اللي انت عينتي محامي علشان راي، وان انا جهزت لك منصب هناك علشان الشركه بتاعتنا اللي في امريكا. لكن هي بتقول له انت عايز توديني تاني امريكا علشان انا بقى بنت عشيقتك، وان انا مش بهمك سمعه العيله هي اللي هماك، وبتقول له علشان كده انا مش باجي البيت ولا بعبر، لان مفيش حد اصلا راغب بوجودي غير شخص واحد بس، الشخص الوحيد اللي حبني بجد اللي هو رايك، يعني انت قلت لي ان انا لازم انفصل عنه علشان طبعا ما تاذيهوش، علشان كده انا انفصلت عنه باكتر طريقه موجعه وسبت البلد كلها وسافرت. لكن هو بيقول لها ان الشخص ده متهم بجريمه قتل، واللي انت كان بيتحقق معاكي، وان احنا كنا هنتفادى، انت مش عارفه انا بذلت جهد قد ايه عشان اخفي الموضوع ده. فبتقول له انت فاكر بقى انا تعبت قد ايه لما انا كنت في امريكا وكنت متحطمه، انا لو سبته المره دي هبقى اكتر من كده بكتير. وبتتوسل له ان هو يقف معاها علشان تنقذ رايك المره دي. بنشوف بقى عربيه شرطه في الوقت ده وهي واقفه قدام مكانه بينزل منها الشرطي، لكن بيتفاجئ بقى لما بيلاقي ان في عربيه عامله حادثه. وفي الوقت ده بنشوف بقى رايك وهو بيبعت رساله لجي وبيساله هو انت فين، وبعد كده بقى بيمسك الكاب وبيكون فرحان وبيلبسه، لكن بيلاقي ان في رساله جات له من بين اللي بيتصل بيه وبيقول له ان جي دلوقتي في المستشفى وفقد الوعي. في الوقت ده بقى نانا بتصحى وبتشوف
إن كان في رسايل كتيرة جاية لها من جاي وكمان كان بيتصل بيها، بس المحقق بقى بيتصل بيها في الوقت ده وبيقول لها إن جاي لقيناه بس فقد الوعي وهنوديه المستشفى. وبنشوف بقى رايك وهو بيجري وبيروح عند غرفة العمليات اللي بيطلع منها الدكاترة في الوقت ده، وبنشوف بقى إن أنا وهي ماشية بالمظلة لأن الدنيا بتكون عمالة تمطر، بس بتلاقي بقى إن رايك قاعد في المطرة فبتجري عليه علشان تلحقه، إلا أول ما بيشوفها بيغمى عليه وهي بتحضنه. بنلاقي بقى إن رايك بيجري في المستشفى وبيروح وبيلاقي إن الدكاترة بيقولوا إن هو دخل في غيبوبة وإن احتمالية إن هو يفوق منها قليلة جدا، ورايك في الوقت ده بيكون عايز يدخله لكن الرئيس بيقول إن هو يمشي لأن الإعلام كله بره. وفي الوقت ده بنشوف نانا وهي قاعدة مع المحقق اللي بيقول لها إن هو انتحر وإن ساب ورقة قبل ما ينتحر وبيقول إن هو اللي قتله وسونج مش رايك، والمحقق بيقول لها إن في حاجة غريبة فعلا لأن هو اتصل بيكي كتير جدا قبل ما ينتحر، وبتقول له فعلا كمان بعت لي ريكورد وبتسمعه بقى الريكورد اللي بيكون مريب جدا. جي بقى بيقول لها في الريكورد إن هو كان فعلا اليوم ده عند بيت رايك في الجراج، هو بيتصل في الوقت ده وسونج اللي بيسمع رن التليفون بتاعه جنب الجنينة، وبنشوف بقى جين ونانا وهم هناك عند بيت رايك عشان يدوروا على التليفون بتاع وسونج، بس جين بيقول لها انت لسه متمسكة بالماضي ليه، ما تفكك بقى منه، وبيقول لها الكلام ده انت قلته لي قبل كده، وبنرجع بقى فلاش باك تاني للمرة التانية اللي كان متهم فيها بالسر لما قالت له ان هي بتدافع عنه دلوقتي وان هم عارفين بعض من زمان، وبتقول له ان احنا كل سنة بنتقابل في الذكرى السنوية بتاعت اهلي، انت قدام اهلك دلوقتي لما يشوفوك ان انت مستهتر بالشكل ده هيقولوا عليك ايه، واللي انت لو فضلت متمسك بالماضي انت مش هتاخد خطوة لقدام تاني. الوقت ده بقى بنشوف كوك مع باباه وبيقول له ان خلاص كده القضية يعتبر اتقفل وان جاي يعترف بكل حاجة يبقى رايك كده بريء، فابوه بيقول له ان هو يعمل اي حاجة لان الاعلام مش هيسيبه في حاله، وهيقول اللي احنا ما كناش بنحقق بضمير واللي احنا كنا متهمين الشخص الغلط، وبيقول له زمان انا عملت نفس الحاجة وكان في واحد قاعد يقول اللي هو بريء كتير وانا ما كنتش مصدقه لغايه اما شنق نفسه وراح في داهية. في الوقت ده بقى راي بيكون مروح وعمال يفتكر في كلام جاي وهو كاتب في الوصية ان هو اللي قتله وسام، وكمان بيعتذر من رايك لان هو قاعد يكلمه بطريقة وحشة، فرجليه بقى بتفضل ماشياه لغايه ما بيروح فعلا عند بيت البطل، وبيصحى بقى من النوم بيلاقي ان هو هناك وان هي كانت مخليه بالها منه طول الليل، وبيفضل بقى بصلها بحب كده وهي بتصحى من النوم ما بتلاقوش ان هو جنبها، فبتخرج بقى وبتلاقي ان هو قاعد وشايل الهم كده، فبتقول له مالك، فبيقول لها ان هو مش مصدق ان جي هو اللي عمل كده، لكن هي بتقول له ان السكينه بتاعه الجريمه كانت معاه في العربيه وكمان سايب رساله انتحار، فبيقول لها انا هسالك انت لان انت كنت معجبه بينا، انت مصدقه ان هو يعمل كده، لكن هي مش بترد عليه، فبيقول حتى لو هو عمل كده لازم يبقى في سبب، مفيش اي سبب ان هو يعمل كده. في الوقت ده بقى كوك بيروح المحكمه والاعلام بيكون في الوقت ده عمال ياكلوا اكل، هو بيطلع بيلاقي ان كمان زمايله في الشغل عمالين يتريقوا عليه لان هو فشل في القضيه بتاعته. بنشوف بقى رئيس الشركه وهو قاعد مع المساعد في الوقت ده وبيقول جي هو كده اللي عمل جريمه القتل دي وان الناس دلوقتي هتكون متعاطفه جدا مع رايك فاحنا عايزين بقى يرجع تاني بسرعه، فالمساعد بيقول له يرجع تاني ازاي في الوقت ده وهو اكيد مش هيكون حمل ان هو يواجه الجمهور، لكن الرئيس بيقول له انا من امتى وانا باخد رايك، روح قول له الكلام ده وانا هبقى اقنعه. بنشوف بقى في الوقت ده رايك ونانا وهم رايحين لمسرح الجريمه وهو بيجي ينزل علشان يشوف مكان وقوع العربيه وبيقول لها ان هي ما تنزلش وراه لان المكان خطر، بس طبعا مش بتسمع الكلام وبتنزل وراه وبتكون هتتكعبل لكن هو بيمسكها في الوقت المناسب، لكن بيحس ان الحادثه دي غريبه وان هي فعل فاعل. في الوقت ده بقى هيجو بتكون بتتصل بيه لكن تليفونه بيكون في العربيه وهي بتكون في البيت قلقانه عليه وعماله تشوف صورهم مع بعض. في الوقت ده بقى المحقق بيكون عمال يفكر في القضيه وبيلاقي واحد كده من اللي شغالين معاه فبيقول له انت عملتوا ايه، فبيقول له احنا خلاص قفلناها. وبنشوف بقى في الوقت ده ان نانا ورايك هما الاثنين رايحين بقى الفندق اللي هو كان ساكن فيه، وان رايك بيتفاجئ كده فبتقول له انت عارف المكان ده ولا ايه، فبيقول لها مش مهم، وبيدخلوا فعلا الريسبشن وبيسالوها عليه فبتقول فعلا ان هو جه، وبتتفاجئ بقى لما بتشوف رايك وبتكون فرحانه جدا، بتقول لهم فعلا ان هو ساكن هنا في الفندق بقاله كذا يوم وان هي من اشد المعجبين بيهم فعشان كده قفشته على طول، وبتقول لهم اللي هي خدت بالها منه ان هو كان شكله مريب جدا وتحس ان هو متضايق كده ومش كويس، حتى ان هي ما رضيتش تاخد منه التوقيع بتاعه، وبتشجع رايك وبتقول له ان هو يصمد وان احنا كلنا معاه. في الوقت ده بقى رايك بيقول لها ان المكان ده دايما كنا بنيجي فيه عشان نعمل العروض بتاعتنا، وبيوديها عند مكان اول عرض ليهم وهي بتكون عارفاه طبعا لان هي كانت بتشجعهم، وبيفضل يحكي لها ان هم كانوا فرقه صغيره وان ما حدش كان عايز ينتج له وان دايما كانوا بيتجولوا في الشوارع علشان حد يسمعهم، فبتقول له انا عارفه كل ده فبيتبسط جدا. وبعدين بقى بيوديها مكان كان هم الاربعه بيروحوه وهي غابه الامنيات، وبيوريها الامنيات اللي هم كانوا بيتمنوها هناك، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا ان جاي جه هنا فعلا واللي بيتمنى ان هم الاربعه يفضلوا سوا على طول، فهي اول بقى ما بتشوف الكتابه دي بتقول ان ده دليل ان هي لازم تتصل بالبوليس، لكن هو بيقول لها استني ثانيه واحده هكتب امنيه، وبيكتب بقى ان كل الناس اللي بيحبوه يكونوا سعداء. في الوقت ده بقى بنشوف كوكو هو ماسك تاني ملف القضيه والشخص اللي معاه بيقول له ان خلاص القضيه اتقفلت، لكن هو بقى بيلاحظ حاجه قويه جدا ان نفس المخدرات اللي في جسم جاي هي نفسها اللي كانت في جسم راي، كده بقى يبقى هو نفس النوع. بيروح بقى للدكتور عشان يتاكد منه اللي بيقول له ان عادي وان شائع ان الناس كتير تاخده، وبيقول له طب بالنسبه لجي خدها قد ايه، فبيقول له ان هو ممكن يبقى 10 اقراص وان هو خدها من هنا وقعد من 20 ل 30 دقيقه لغايه ما غاب عن الوعي، والدكتور بيساله هو انت لغايه دلوقتي لسه شاكك في رايك ان هو يكون الجاني؟ على الناحيه الثانيه بقى
بنشوف رايك ونانا وهم بيتمشوا وبيقول لها ان اخيرا هيقدر يتنفس لان المكان ده مريح جدا، والجو بيكون برد فبيقلع عليها الجاكيت وبيلبسه لها وبيقول لها ان دي هديه علشان هي معجبه بيه، لكن هي بتقول له ان هي خلاص ما بقتش من المعجبين بتوعه، فبيقول لها علشان كده رميتي كل الحاجه بتاعتك، وبيقول لها باقي الحاجات اللي انت رميتيها دي انت مشتريها من ساعه ما اترسمت وانك صرفتي كتير قوي، فبتقول له ان دي ولا حاجه يعني، فبيقول لها بقى ايه اللي عجبك فيا بقى للدرجه دي، ليه حبيتيني قوي كده، فبتقول له ان هي حبيته عادي يعني من غير اي سبب، لكن هو بيقول لها ان هو عارف السبب علشان الطاقيه الحمراء اللي أنا كنت مديها لك صح، بيقول لها ان هو لقاها وقعد يفتكر انا شفتها فين دي قبل كده، بعد كده افتكر بقى ان دي كانت بتاعته وان هو اداها لحد وهو صغير، وبيقول لها انا افتكرت اليوم ده كويس لان هو برده كان يوم صعب جدا بالنسبه لي، في اليوم ده كان بيدي الفلوس لمامته اللي هو خدها من الوكاله وهي كانت بتزعله لان الفلوس قليله، وبتقول له ان هو يغني في الشارع علشان الناس تديله فلوس وهو بيكون تعبان جدا، وبيقول لها ان هو بقاله اكتر من شهر ما شافهاش، فبتقول له ان هما الاثنين مشغولين وان هي بتجمع فلوس واول ما يبقى معاها فلوس هتيجي وتاخده من الوكاله، بيغني في اليوم ده وصوته وجعه وبيكون تعبان على الاخر، كان يائس جدا من الحياه في الوقت ده وشافها قدامه وهي رايحه عند البحر، بس ساعتها شاف ان في شخص بائس اكتر منه بقى، ففضل بقى ماشي وراها كل ده عشان يراقبها هي رايحه فين، ولما بيشوف ان هي رايحه ترمي نفسها بيشوف نفسه جدا فيها، فبيروح بقى في الوقت ده وبيغني جنبها عشان يديلها الامل وهي بتفضل تبكي، وبيديلها الطاقيه وبيقول بقى ان دي كانت المره الاولى اللي قلبه يلمس فيها حد، وبيعتذر منها ان هو ما عرفهاش وبيقول لها ان هو ما كانش يتخيل ان هي تكون نفس الشخص وان شكلها اتغير جدا، وبيسالها هو انت بقى كنت في الحاله دي اليوم ده ليه، فبتقول له ان باباها مات في السجن لان هو كان متهم بجريمه قتل وكان محكوم عليه بالمؤبد، فضل يصر عليهم ان هو بريء لكن ما حدش صدقه فشنق نفسه، وان مامتها ما استحملتش الصدمه دي وماتت على طول بعد، لقيت نفسها لوحدها في البيت وما عندهاش اي سبب ان هي تعيش علشان، وفي اليوم اللي انا سمعتك بتغني فيه قلت ما نعيش بقى واجرب الحياه وان انا اخيرا وصلت للمكان اللي انا فيه دلوقتي بفضلك انت، وبتقول له انا فرحت لك لما انت اترسمت اكتر ما انا فرحت لنفسي لما انا بقيت محاميه، وبتقول له انا بحبك بقى للدرجه دي، بعد كده بتقول قصدي يعني ما ينفعش اقول بصوت عالي كده عشان مبقاش خفيف، وبتعذر منه لان هي خافت الموضوع عنه وان هي ما كانتش عايزه تخدعه ولا حاجه، فبيشكرها بقى لان هي خلت بالها منه وان هي وثقت فيه وان هي عمرها ما نسيته، وبيجي بقى علشان يقرب منها بس الامن بيجي بقى وبيقفشهم هما الاتنين، في الوقت ده بقى بتجيلها مكالمه وبتروح بتلاقي ان الريسبشن جابت لها واحد من الموظفين اللي بيقول ان اليوم ده كان في الاوضه اللي جنب الاوضه بتاعه جي وسمعه وهو بيزعق في حد، وهو ما خدش باله من الكلام بس لقاه بيزعق لحد في التليفون وبيقول له يا رئيس، وبيقول له ان هو قال له كمان ان هو كده كده ما فيش فايده ان هم يعرفوا مكانه وان هم ما يجوش، فانا بتقول له ان هي لما كانت مع المحقق قال لها فعلا ان جي كلم الرئيس بس احنا حاسين ان هي مكالمه عاديه يعني، وان ليه الرئيس كذب لما هم سالوه عن المكالمه دي، وبعدين بقى بتفتكر كلام رئيسها وبتقول لرايك ان باين كده الرئيس بتاعك وراه حاجه، وبتحكي له بقى كل اللي عرفته من الرئيس بتاعها، وكمان بتقول له ان وسونج كان بيتلاعب بالعقول، فبيقول لها ان هو مش فاهم اي حاجه وان هم يفهموا كل حاجه لما يروحوا يكلموا الرئيس بنفسهم، نانا بقى بتروح للرئيس هي ورايك في الوقت ده وبتقول له احنا عايزين نعرف منك كل حاجه، انت ليه كدبت وقلت ان المكالمه مش مهمه وفعلا كانت مهمه وانتوا الاتنين كنتوا بتتخانقوا فيها وان في شاهد سمع كل حاجه كنتوا انتوا بتقولوها، فبيقول لهم انتوا بتشك فيا ولا ايه، فرايك بيقول له ان انت كلمت الاتنين والاتنين حصل لهم حادثه بعد ما انت كلمت، فبيقول له ان هو مش عايز يقول له الحقيقه عشان هو ما يتاذاش، وبيقول له هو انت فاكر بقى ان انت عارف كل حاجه عن وصل، والرئيس بيقول له انت مستعد عشان اقول لك كل الحقيقه بس انت عارف ان هي تكون مؤلمه جدا، وبيفضل يحذره لكن رايك بيقول له ان هو يقول له كل حاجه، وبتخلص بقى الحلقه على كده، لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل بقيه الحلقات اكتبوا لي في التعليقات وسلام.